من فترة كده في شحنة تجارية وصلت مصر. الشحنة دي حطت مصر في مشكلة، أو بمعنى أوضح حطت العملة المصرية في مشكلة مع الجنيه المصري. لكن بصراحة ورغم إن الشحنة دي حطت مصر في صدام مع أمريكا، إلا إنها مهمة جدا وبتمهد لعصر اقتصادي جديد لو عرفنا إننا نستغلها بشكل كويس. بس يا ترى الخطوة اللي مصر بتدرسها دي هتمر بسلام ولا بمشاكل؟ وهيتقال علينا إيه قدام العالم؟ لأننا داخلين على خطوة كبيرة، وهي إن التعاملات التجارية هتركن صف تاني وهتبدأ تتعامل بالعملة المحلية. طب ده إيه علاقته بالشحنة دي، وإيه هي القصة، ومين الدول اللي مصر هتتعامل معاهم بالعملة المحلية؟ قبل ما نبدأ بننتظر من حضراتكم الدعم عشان نقدر نواصل. تواصلنا معاكم شرف لينا طبعا. يلا بينا ندردش مع بعض ونعرف إيه قصة النهاردة. إحنا هنا مش بنعكس الكواليس، لكن بنتعمق في الحدث عشان نقول الجديد. تابعنا للنهاية عشان تعرف مع أخوكم محمد فرج كل حاجة صح في المراية. في البداية وإحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لازم تكون واخد بالك من حاجة مهمة في موضوع أزمة التضخم وارتفاع الأسعار وغيره. سببه الرئيسي هو إن رصيدنا من النقد الأجنبي قليل، خصوصا الدولار، ولأنه العملة الأهم عالميا والرئيسية كمان في التعاملات التجارية الدولية. مصر في الفترة الأخيرة اتحولت لدولة مستوردة بشكل أكبر من العادي، لحد ما وصلت لمرحلة إن الاستيراد بقى مافيا بتدمر أي صناعة وزراعة، خصوصا في فترة حكومة الرئيس الأسبق والراحل حسني مبارك. ساعتها استسهلنا قصة الاستيراد وتوسعنا فيه، لأنه كان تكلفته وقتها أقل من التصنيع، وكان بيتم محاربة الصناعة من الأساس. وفضلت يا ريس الفاتورة تزيد لحد ما وصلت حوالي 120 مليار دولار، وده رقم مش قليل بالنسبة لدولة إيراداتها على قدها، لأنهم أهملوا وقتها الزراعة وما نموهاش. الصناعة برضو 90% منها أو أكتر كمان من المستوردات، فبالتالي مصر حطت نفسها تحت ظروف الأزمات العالمية، وسهل إنها تتأثر بأي مشاكل أو أزمات اقتصادية دولية، لأن كل احتياجاتك يا مدير جاية من بره، خصوصا إن مفيش دولة في العالم بتستورد كل حاجة من بره لدرجة السلع الترفيهية. كمان كان في فجوة كبيرة بين إجمالي الصادرات والواردات بتوصل ل 30 مليار دولار في السنة، ورغم الفجوة دي مصر برضو فضلت مستمرة في الاستيراد. هل تأخر مصر في الانسحاب من الاستيراد يكلفها كتير؟ زي ما قلت لك إن مصر اعتمدت بشكل أساسي على الاستيراد، وتأخرت إن هي تنسحب من توسعات الاستيراد ده، فبالتالي إهمال الزراعة والصناعة ده أدى لتزويد فاتورة تكلفة التنمية. ولما بدأت مصر تفوق وتفكر فيها دلوقتي، عمل لها مشاكل إضافية ودخلها في سلسلة ملهاش آخر من القروض والديون. وده مش حاجة غريبة، بالعكس دي نتيجة طبيعية جدا لسياسة التواكل والاعتماد على الاستيراد وإهمال الصناعات المحلية للدولة، لأن أنت بالشكل ده بتتجاهل تنمية مواردك، ودي مشكلة كبيرة. وده برضو اللي عمل الفجوة الدولارية، لأن مفيش دولار للتعاملات الطبيعية، وظهرت بقى هنا السوق السوداء، ودي قصتها كبيرة لوحدها. المشكلة كمان إن الأزمتين دول جم في وقت الأسواق العالمية كانت بتعاني أصلا من حرب روسيا وأوكرانيا، أو التضخم أو سياسة التجديد النقدية ورفع الفايدة الأمريكية، وده ليه دور مهم في اللعب باقتصاديات العالم، واللي خلى الدولار يتحول لسلعة نادرة. وطبعا ده أثر على دول العالم المستهلك، وبقت بتعاني بشكل لا يرثى له، وبتحاول بكل الطرق إن هي تخرج من تحت سيطرة الدولار حتى لو بشكل جزئي. لكن الموضوع مش سهل. عايز اقول لك ان مصر زمان وقعت في مشكلة كبيرة، وهي ان هي اغفلت تماما القيادة الافريقية واهملتها بشكل واضح وصريح، وراحت تلف حوالين نفسها مع اوروبا. مشروع البنك الافريقي بقى وتعامله بالعملات المحلية بيقول ايه؟ المشروع ده قايم على ان البنك عايز يخلي كل الدول الافريقية تتعامل دوليا مع بعضهم عن طريق البنك، او سيستم هيكون البنك اللي حطه عن طريق منصة هتسوي المعاملات بين الدول وبعضها. وبالفعل 9 دول افريقية انضمت للمشروع، قبلت بقرار البنك وبدأت ان هي تتعامل عن طريق، يعني في حوالي كل دول غرب افريقيا بدأت تتعامل مع بعضها بالنظام ده. 42 عملة محلية هيندرجوا تحت النظام الجديد. البنك الافريقي بيضغط على مصر للانضمام لمشروع العملات المحلية. عايز اقول لك ان البنك الافريقي فعلا بيضغط ان هي تنضم للمنصة من يوليو السنة اللي فاتت، والضغط شغال على مصر وكان قايم بمفاوضات رهيبة، ودي فرصة كويسة لمصر. لكن الحكومة ترددت بشكل كبير في النقطة بتاعة التعاملات بالعملة المحلية في أفريقيا، لأنها من الناحية التانية مش عايزة تخسر الدولار اللي عندها،
لأن مكان إنتاجه هو أوروبا، ومصر محتاجة أوروبا عشان تقدر توفر احتياجاتها والحاجات اللي بتستوردها. لكن بعد الدراسات والتفكير اللي قعد مدة مش قليلة، مصر نظمت اتفاقيات للتجارة الحرة في أفريقيا، وهتبدأ خلال الفترة اللي جاية تدخل بصناعتها في دول أفريقيا. المرة دي الموضوع هيكون فيه اهتمام بشكل جديد عن الأول، لأن مصر لازم تستغل فرصة عرض البنك الأفريقي عليها، وتكون هي صاحبة النصيب الأكبر في الدول الأفريقية لو قررت ذلك. وبالفعل الحكومة بدأت تعمل اجتماعات تجهز فيها التعامل مع أفريقيا، خصوصا إن حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا وصل ل1.2 مليار دولار. بس في نقطة مهمة هنا، وإن عشان مصر تدعم وجودها ونفوذها في أفريقيا لازم إن هي تضخ على الأقل 5 مليار كل سنة، ودي حاجة كده زي دعم الأفريقيا قبل الاستثمارات، وعشان هي لسه بترجع للسوق الأفريقي من تاني بعد انقطاع دام لفترة كبيرة. وده مخطط من مصر عشان تزود حجم تجارتها مع أفريقيا بنسبة 15% فيما فوق تدريجيا. مصر هتستفيد إيه بقى من انضمامها للسوق الأفريقي؟ عايز أقول لك إن مصر هتوفر بانضمامها ده 5 مليار دولار بشكل مبدئي، ومع الوقت هيكون في تزايد وهو 15 ل 20 مليار دولار، وده عشان هي هتتحول من أسواق أجنبية لأسواق إفريقية، هتاخد المادة الخام تصنعها وكمان تصدرها. ومصر تقدر على ده وقادرة إن هي تصدر لدول أفريقيا كل حاجة، خصوصا إن دول أفريقيا بتعاني من نقص كبير في كل حاجة حرفيا. الصفقة تقيلة والفكرة مربوحة، مصر بتحاول تستغلها بشكل كويس، وده اللي هيبان الفترة الجاية. وبالفعل مصر ابتدت تنفذ صفقات بالعملات المحلية مع التشاد. الفترة اللي فاتت كان في تعامل في أكتر من صفقة. هنا البداية لسه، واللي جاي تحدي كبير. لو نجح هيبقى فيه مستقبل واعد للاقتصاد المصري، وكله هيبان خلال الفترات اللي جاية. النظام الحالي خليك متأكد انه بيحب مصر وعنده لسه كتير عشان يقدمه للاقتصاد والنهضة والتنمية. مش انا اللي بقول ولا جاي اروج لده خالص، الارقام يا سادة هي اللي بتتكلم، والتنمية شعارها الاول والاخير البناء والتعمير، وده اللي بيحصل حاليا. يا ريت نخلي بالنا من بلدنا. احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في موضوع النهارده، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فريق عمل المراية يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. سلام عليكم، اشوفكم على خير.